السلام عليكم، يا أهلا وسهلا يا أصدقاء. معكم محمود أحمد من قناة محتوى مفيد. سأتكلم اليوم عن البرمجة. ماذا تعني البرمجة؟ وكيف تبدأ بالعمل عليها دون أن تشعر أنك تائه؟ إذا لم تكتب كودا في حياتك من قبل لا تقلق، هذا الفيديو له. ويأتي هنا السؤال: ما هي البرمجة؟ هي أن تقول لجهاز الحاسوب بالقيام بعمل معين، والجدير بالذكر أن الحاسوب يقوم بأي عمل تطلبه منه. رفيق مخلص، إلى أنه بالرغم من ذلك هو لا يفهم لغتنا، لا عربية ولا غيرها. واستخلاصا لما سبق، علينا تعلم لغة يفهمها الحاسوب كي نستطيع التكلم معه وطلب منه أي شيء يقوم به. وإليك أشهر اللغات التي يفهمها الحاسوب. لغة البرمجة، وهي أولا بايثون، سهلة جدا وهي نقطة بدايتنا إن شاء الله. بعدها هناك لغة تسمى جافا سكريبت، وهناك لغة أيضا تسمى جافا فقط، وبعدها لغة تسمى سي بلس بلس. ولكي نتقن البرمجة علينا بالصبر والاستمرارية، وأن نحب العمل على هذا النوع من العمل لكي نتقنه ونجد فيه رزقا إن شاء الله. وخلاصة القول يا صديقي أن البرمجة هي اللغة التي نتعلمها لكي نستطيع الحديث أو الكلام مع جهاز الحاسوب. أحزم أمتعتك يا صديقي لننطلق في رحلة تعلم البرمجة. لا تنسى الاشتراك في القناة لكي نسير معا في تعلم تلك اللغة خطوة بخطوة. حتى الآن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.